الراوتر والواي فاي الخاص بحضرتك ممكن يكونوا سبب في سجنك وتدمير حياتك. لو حد اخترق شبكة الواي فاي الخاصة بحضرتك وارتكب بيها جريمة من جرائم تقنية المعلومات، سواء السب والقذف أو الإساءة والتشهير أو الابتزاز الإلكتروني المصحوب بطلب مادي أو جنسي، وفجأة لقيت نفسك متهم في قضية أنت لا تعلم عنها شيئا، وتم تقديم تقرير الفحص الفني للمحكمة اللي هو بيقول وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة تبين أن الحساب المسمى كذا والمرتبط بالراوتر اللي هو الاي بي ادريس بتاعه كذا، والمستخدم من قبل اسم حضرتك تلاقيه منور رباعي، وإقامة حضرتك ورقم بطاقة حضرتك، وتلاقي حضرتك واخد حكم 5 سنين وغرامة 100,000 جنيه أو 3 سنين وتعويض مدني قدره 100,000 جنيه وغرامة 100,000 جنيه للمحكمة، وانت يا عيني لا تعلم عن الموضوع أي شيء. فلو حصل ده معاك تواصل معانا علشان نحاول بقدر الامكان ان شاء الله ان احنا نثبت للمحكمة بان حضرتك غير معني بهذه الجريمة، وان شخص اخر تم اختراق الراوتر الخاص بحضرتك من خلاله، وحضرتك ان شاء الله نطلعك براءة. ولازم تقوي شبكة الواي فاي الخاص بحضرتك، اعمل كلمة سر قوية، اخفي شبكة الواي فاي خالص عن اي حد، اعمل فعل خاصية الماك فلتر اللي هو دخل الأجهزة الخاصة بالبيت فقط تتصل بشبكة الواي فاي. ولو حصل اختراق وتم حضرتك اتهامك في أي قضية من القضايا من هذا النوع تواصل معنا وإن شاء الله هنجيب البراءة لحضرتك. تحياتي.